السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحكي لكم اليوم قصة حقيقية عن رجل أصبح ثريا في يوم وليلة. الغنى لا يدوم والفقر أيضا لا يدوم، لأنهم من إرادة الله. فمن الممكن أن يصبح الغني فقيرا فجأة ويخسر كل أمواله في غمضة عين، والفقير أيضا ممكن أن يصبح غنيا في غمضة عين. وفي هذه القصة سأروي لكم قصة رجل كان فقيرا جدا وأصبح غنيا في يوم وليلة. تعالوا معي لتتعرفوا على تفاصيل هذه القصة. كان هناك رجلا فقيرا في العقد الخامس من عمره، يعيش في حي من أحياء دمشق القديمة، وكان بائعا متجولا في الطرقات يبيع بعض الحلوى للصغار لكي يكسب قوت يومه. وكانت تعيش في نفس الحي امرأتان طاعنتان في السن، ولم يكن لهم أقارب أو معارف أبدا، ولا يزورهم أحد لكي يرعاهم ويقوم على خدمتهم. وفي يوم من الأيام سمع مالك صوت أنين خارجا من منزل الامرأتين العجوزتين، فذهب وطرق عليهم الباب، ولكن لم يفتح له أحد. وعاد الكرة مرة أخرى إلى أن جاءت إحداهن بخطى ثقيلة وفتحت له، فسألها عن صوت الأنين الذي سمعه وإن كانوا يريدون مساعدة. فأجابته: أختي مريضة جدا وتعاني من أعراض الشيخوخة، ولا يوجد من يقوم على خدمتنا، أنا وهي. فعرض عليهم مساعدته، فقبلت المرأة العجوز بذلك، وأصبح يأتي كل يوم لكي يطمئن عليهم ويحضر لهم كل ما يلزمهم من طعام ودواء، ويقوم على تنظيف منزلهم دون أي مقابل. وفي يوم من الأيام توفيت إحدى الامرأتين العجوزتين، وبقيت الأخرى تعيش لوحدها. وظل مالك يزورها ويقوم على خدمتها بكل طيبة ونية حسنة، إلى أن جاء يوم وكانت العجوز مريضة جدا، فبقي طوال الليل بجانبها. وفي الصباح وهو ذاهب إلى عمله سمع كلاما مزعجا من أهالي الحي عن مكوثه طوال الليل عند امرأة تعيش لوحدها، فانزعج جدا من كلامهم وقال إنها كانت مريضة وكان يريد الاطمئنان عليها، ولكن أهل الحي لم يصدقونه وأصبحوا يهزؤون به. وعندما عاد من عمله في المساء ذهب إلى بيت المرأة العجوز، ولكن هذه المرة قال لها: ما رأيك أن نتزوج لكي يكون مكوثي عندك حلال، وأستطيع أن أنام في المنزل وأقوم على رعايتك دون إثارة أي شبهات. فوافقت المرأة العجوز، ولكن بشرط. فقال مالك: ما هو؟ فقالت: أريدك أن تأخذني إلى حمام السوق بعد الزواج، لأني منذ فترة طويلة لم أستحم. فوافق مالك، وفعلا تم الزواج، وبقي مالك معها في المنزل يرعاها. ولكن لم تمر فترة طويلة على هذا الزواج، فقد توفيت زوجته بعد فترة
قصيرة، فحزن مالك كثيرا على فراقها. واكتشف بعد ذلك أن زوجته كانت تملك أموالا وأملاكا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولم يكن لها أي وريث أبدا، وكان هو الوريث الوحيد، لأن زوجته أوصت بكل ما تملك له بعد وفاتها. وهكذا أصبح مالك من الأثرياء جدا بعد أن كان فقيرا لا يجد حتى قوت يومه. وفي نهاية القصة، إذا أعجبتكم أرجو عمل إعجاب واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.